دايما كلنا في الصيف بندور على أكلات سهلة وسريعة ما تحتاجش وقفة كتير في المطبخ ولا مجهود، تخلص بسرعة كده. النهاردة هنعمل مع بعض البيكاتا بطريقة سهلة وسريعة ومش بتاخد وقت في التجهيز خالص. وخلاص احنا داخلين على عيد الكبير، كل سنة وانتوا طيبين. هيتوفر معانا قطعيات لحمة كتير، فبالتالي هتكون سهلة معانا. تابعي معايا الفيديو للآخر علشان تعرفي الطريقة بالتفصيل. ولو أول مرة تشوفوني، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي بالمقادير بتاعتنا على طول. لحمة البيكاتا معايا هنا نص كيلو من اللحمة البيكاتا، بتكون لحمة شرايح سمكها رفيع، المفروض إنها تبقى رفيعة، تقولي للجزار يعملها رفيعة عشان بيتكش شوية. بتكون من وش الفخدة. ممكن نعملها من لحمة البفتيك أو أي مكان، المهم الجزء اللي إحنا هنستخدم منه لحمة البيكاتا تكون قطعية ناعمة، علشان تكون سهلة في التسوية وما تاخدش مننا وقت كتير ومجهود كتير في التسوية. تعالوا نجهز المكونات. بصلة كبيرة هقطعها مكعبات صغيرة، هنستخدم بصلة واحدة مكعبات تكون بتاعتها صغيرة. هنجهز المكونات بتاعتنا علشان الطريقة تبقى سهلة علينا كده وسريعة. أنا باحب دايمًا أجهّز كل حاجة حتى لو مش هاصوّر، الطريقة دي بتوفّر مجهود كتير. ومعايا 3 فصوص توم هابشرهم بشر ناعم وهاعينهم على جنب. معايا 250 جرام من المشروم. المشروم بانضّفه بمنديل، بامسحه كده بمنديل مش بيتغسل، هتغيّري المنديل كذا مرّة، وممكن تكون فوطة مطبخ برضه تنفع في التنضيف بتاعه. شايفين المنديل بيطلّع حاجات كتير جدًا، هو ده التنضيف الصح بتاعه. هنقطّعه بقى شرايح كده ونجهّزه في طبق. حاولي ما تقطّعيهوش شرايح رقيّقة أوي علشان هو لسه لمّا بيستوى يعني السمك بتاعه كمان بيقل أوي، فما ترفّعيش السمك بتاعه. هاجهّز الكمية بتاعتي. لو مش بتحبوا المشروم ما تضيفوهوش، بس المشروم جميل جدًا ومفيد، وبصراحة من الحاجات الأساسية في البيكاتا واللي بتنقل الطعم بتاعها في حتّة تانية، يعني هي مكون من المكونات الرئيسية. قطّعت الكمية بتاعتي هاحطها في طبق على جنب كده. المكونات بتاعتنا كلّها جاهزة، اللحمة والبصل والمشروم والتوم. كل المكونات معانا جاهزة، يا دوب كده هنسوي على طول. يلا بينا نشوف التسوية بتاعتنا هتبقى ازاي. لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد هنا، يلا روحي اعملي لايك واكتبي كومنت حلو زيك. معايا طاسة على النار، هنزل بشوية زيت وهاخد مكعب كبير من الزبدة يسخن معايا والزبدة تدوب كده. هبتدي انزل بشرايح اللحمة بتاعتي. لازم الزبدة تسيح معايا كويس. لازم نحط زيت علشان الزبدة ما تتحرقش مننا. خدوا بالكم برضو من الخطوات دي. شايفين انا بسيحها كده في الطاسة. ساحت بقى معايا وسخنت بالشكل ده، هبتدي انزل بشرايح البيكاتا بتاعتي علشان اديها صدمة وتاخد لون كده حلو. لازم تاخد صدمة والنار تكون عالية علشان ناخد لون كده تحميرة حلوة وندينا اللون الحلو. البيكاتا من الحاجات اللي لون الصوص بتاعها لونه على بني كده، مش زي الحاجات اللي معمولة بالوايت صوص. فاللي بيديها اللون الغامق ده ان احنا ندي تحميرة كويسة للحمة. هنزل بقى بملح وفلفل اسمر كده وهتبل من الناحيتين. مش هقلب خالص غير لما تاخد لون من تحت. أول ما تاخد لون من تحت هابتدي أقلب الناحية التانية، ما تستعجليش عليها علشان ناخد لون تحمير حلو. البيكاتا بنسويها بنسبة 80%، مش بنطول عليها التسوية. لو انتي بتخافي ان اللحمة ما تستواش منك، ممكن بعد ما تحمري الكمية كلها هتضيفي ليها نص كوباية مية علشان تبقى مستوية قوي. هنا هاقلب خلاص، قلبتها الناحية التانية أخدت معايا لون جميل. برضه نفس اللي عملته في الناحية الأولانية، هاتبّلها معايا بملح وفلفل أسمر فقط. إحنا هنا مش بنحط توابل ولا أي حاجة، حاجات بسيطة ووصفات يعني مش محتاجة أي بهارات، والنتيجة بتاعتها رهيبة. خلاص أنا حمّرت الكمية بتاعتي كده خلاص، هاشيلها على جنب بقى ونشوف هنعمل الصوص الرهيب إزاي. الوصفة دي من الوصفات الحلوة جدًا اللي أنا باحبها، ما بنستخدمش فيها يعني حاجات كتير في المطبخ، هي نفس الطاسة هنعمل فيها كل حاجة. أنا بس عايزاكِ ما تستعجليش عليها في التسوية وفي اللون، علشان إحنا هنسويها بنسبة 80، 85%، لإن إحنا مجرد ما بنحطها في الصوص برضه مش بتستوى بالشكل اللي أنتِ متخيلاه. هي مش بتقعد وقت، هي نُص ساعة وبنطفّي. فادّيها وقتها في المرحلة بتاعة التحمير دي.
يعني دي مرحلة مهمة علشان نتأكد إن اللحمة بتاعتنا خلاص، نيجي نحط فيها الشوكة كده نلاقيها بتشد حاجة بسيطة، مش بتشد جامد أوي اللي هي لدرجة ما فيش فيها تسوية، لأ، هتوطّي عليها وتزوّديها مثلًا شوية مَيّة، أو لقيتيها بتشد معاكِ كده. خلاص أنا هاشيل بقى اللحمة بتاعتي على جنب، استوت بنسبة 85% كده، وبالنسبة لي أخدت اللون الجميل. أنا بصراحة باحب أحمّر الحاجة بزيادة شوية، أنتِ بقى اعملي اللي أنتِ عايزاه. شايفين ما شاء الله شكل اللحمة تحفة، يتاكل ني، يعني هي ريحتها أصلًا تتاكل دلوقتي. خلاص في نفس المقلاية بتاعتي هانزل بقى بالبصل اللي إحنا قاطعينه مكعبات وهاشوّحه. يعني هاشوّحه وأدّي له لون مصفر كده على خفيف، يعني مش لون غامق أوي ومش لون فاتح أوي. إحنا زي ما قُلنا البيكاتا من الحاجات اللي لونها بُني، هنتحكّم في اللون عن طريق البصل واللحمة والمشروم، عشان يطلع معانا اللون مضبوط زي بتاعة برّه وأحسن. شايفين اللون بدأ ياخد معانا لون ويدبل كده معانا ويطرى خالص. هافضل أقلّب فيه لغاية ما يهدى كمان وشوية كمان ولونه يغمق كمان وكمان. في اللحظة دي بقى خلاص هانزل بالمشروم بتاعي. المشروم مش بياخد وقت كتير في التسوية، أول ما تلاقي اللون بتاعه غيّر ودِبِل مننا خالص، يعني شايفين الحجم بتاعه كتير، هيقل مننا خالص ويغمق، خلاص يعتبر استوى. أنزل بقى بالفصوص التوم اللي إحنا فرمناها علشان تدّي بقى طعم جميل وتطلّع الريحة، وهاملّح بقى بملح وفلفل أسمر، وهافضل أقلّب وأشوّح على نار عالية في المرحلة دي لغاية ما اللون بتاع المشروم يتغيّر ويستوى معايا كويس أوي. خدوا بالكم بقى من الخطوات دي، المشروم لو ما استواش طعمه مش هيبقى حلو. خلاص هو كده استوى بالشكل الجميل ده، هاشيله بقى في الطبق على جنب. شايفين أنا باتأكد منه إن كل القطع بتاعته استوت، شايفين ما شاء الله استوى جدًا. هافضّي بقى المكونات بتاعتي دي كلها ونفضّي المقلاية تاني علشان هنستعملها في الصوص الجميل، الصوص الكريمي بتاع البيكاتا. هاعين المشروم بتاعي على جنب وهانزل ب3 معالق كبار من الزبدة. المقادير بتاعتنا 3 معالق زبدة، 3 معالق دقيق، 3 كوبايات شوربة، بس أنا هاستعمل كوبايتين شوربة بس، والكوباية التالتة هتكون الكريمة. هاسيّح معايا الزبدة بقى كويس، أول ما تسيح معايا هانزل ب3 معالق كبار من الدقيق. إحنا هنعمل الصوص الكريمي بتاع البيكاتا. الصوص ده طعمه حلو جدًا، بس فيه تكات بسيطة علشان يطلع معانا مضبوط. هافضل أقلّب فيه كده وأحمّره، اوعي يتحرق منِّك علشان لو اتحرق منِّك هيدّي طعم مش حلو. هاقلّبه كده كويس وهافرد أي حاجة فيه عاملة تكتلات أو أي حاجة وأخلّيه يغلي معايا غلوتين. أول ما يغلي معايا غلوتين بالشكل ده، المفروض إن أنا مجهّزة معايا الشوربة. أنا ليه باحب أحُط الشوربة الأول؟ لمّا بنحُط الشوربة والكريمة تغلي غلوتين، ده بيخلّيها ما تفصلش مننا لمّا نحُط عليها اللحمة والبيكاتا. شايفين حطيت كوبايتين شوربة، وبعدين تالت كوباية هي الكريمة بتاعتنا. الشوربة بتخلّي الكريمة ما تفصلش مننا. هاجيب بقى أي حاجة، أي مضرب سلك كده أو مضرب سيليكون، وهاقلّب الكريمة بتاعتي كويس، غلوة واحدة بالضبط، وهاضبّط الملح بتاعي والفلفل، وهانزل بقى بكل المكونات بتاعتي، اللحمة والبصل والمشروم. شايفين ما شاء الله الشكل الجميل واللون خطير جدًا، ولسه كمان اللون كمان بتاع الكريمة هيغمق معانا لمّا يغلي. طبعًا في المرحلة دي هتحسّوا إن الطاسة يعني مليانة جدًا، هي كل ده هيخِس دلوقتي وهينزل. هاوطّي عليه بقى واسيبه حوالي نُص ساعة، يعني مدة نُص ساعة هاسيبه يستوى بقى في الكريمة بتاعته. نُص ساعة النار هادية خالص، لغاية ما يتقل معانا ويبقى بالشكل ده. خلاص ده بعد نُص ساعة بالضبط، ما شاء الله يعني اللحمة شكلها تحفة وطعمها جميل ومستوية جدًا، والصوص بتاع البيكاتا مضبوط بالملي. يعني الطبق ده لو أنتِ رايحة تاكليه برّه هتدفعي فيه مبلغ وقدره، مش قادرة أقول لكم الروايح كانت عاملة إزاي. بيتاكل جنب رز أبيض، بصراحة تحفة جدًا. هنحط شوية مشروم كده على الوش عشان نضبّط شكل الطبق بتاعنا ونقدّمه بشكل جميل. أنا باحب البيكاتا جنب الرز أبيض، هي في الغالب بتتاكل جنب رز أبيض، من الأكلات السهلة السريعة اللي هتنفعنا في وقت زنقة. يعني لو جالِك ضيوف فجأة، جالِك أي زنقة، كام قطعة لحمة وهنعمل بيكاتا يا جماعة.
إحنا خلّصنا فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، هاستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعّلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وعايزاكم تتفاعلوا معايا كده يا جماعة، فين اللايك والشير والكومنتات الحلوة اللي زيّكم؟ أنا بصراحة زعلانة جدًا لإن ما فيش أي تفاعل خالص والتفاعل قليل على القناة. هاستنى كده رأيكم، وهاستنى كمان تكتبوا لي لو محتاجين وصفات معيّنة أعملها علشانكم، هاعملها بإذن الله. أشوفكم على خير مع فيديو جديد ووصفة جديدة، مع السلامة.